مسحت كل صورهم وبتمهد لإعلان خبر طلاقهم، والجمهور بيقول أكيد ندهها باسم طليقته بالغلط. دينا عبد المعبود ومجدي الهواري هيتطلقوا بعد جواز دام لشهرين، بس يا ترى إيه اللي حصل؟ وإيه علاقة غادة عادل بالموضوع؟ تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. الستايلست دينا عبد المعبود قلبت الدنيا وبقت ترند السوشيال ميديا كلها بعد تلميحها بخبر انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، واللي معداش على جوازهم أكتر من 3 شهور تقريبا. وقصة الحب دي جات له بعد ما قعد سنين بيحب غادة عادل، وكان بيطلع في كل البرامج يقول إنها حب حياته الوحيد، وإنه مش عارف يتخطى انفصالهم من دلوقتي، وإنها الوحيدة في حياته اللي قدرت تحتويه وتحسسه بالمسؤولية والحب. والوسط الفني والجمهور كان شايف إنه مجدي وغادة مصيرهم يرجعوا في يوم من الأيام. لكن بعد جوازه من دينا عبد المعبود الكل قال إنه خلاص عمل موف أون، وإنه نسي كل اللي فات وهيبدأ حياة جديدة. علشان نتفاجئ النهاردة إن دينا مسحت كل صورها مع مجدي ونزلت ستوري كتبت فيها نكتفي بهذا القدر من شرف المحاولة، وده اللي الجمهور اعتبره تصريح صريح منها إنها حاولت تنسي مجدي حبه لغادة، وإنها طول الوقت كانت بتحاول تبدأ معاه حياة جديدة. لحد ما طلع مجدي الهواري ورد بشكل غير مباشر على كل الأنباء دي، ونزل صورة مع دينا وكتب عليها من باريس مع حبي، علشان يعرف الناس إنهم لسه مع بعض وإنه ما حصلش أي انفصال أو حاجة. وكمان طلعوا وقالوا إنه في الأساس ما كانش فيه ليهم صور لبعض على الأكاونت، وإنهم عمرهم ما نزلوا أي صورة ليهم سوا، وكل الصور بتكون في ستوريهاته بس. لكن الجمهور كان ليه رأي تاني وشايف إن مجدي بيحاول يداري على اللي حصل، وإنه كان في بداية انفصال بينه وبين دينا لكنه لحقه في الوقت المناسب. ده في كمان اللي اتكهن وقال إنه كل ده بسبب إنه مش قادر ينسى غادة عادل، واللي اختفت تماما عن الأنظار الفترة الأخيرة، واختفائها كان بعد جوازه، وده اللي خلاه بيفكر في الانفصال من دينا. لكن الأمور رجعت لمجراها بعد البوست ده. تفتكروا فعلا مجدي الهواري ودينا عبد المعبود هينفصلوا، ولا حب مجدي الهواري لغادة لازال موجود؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.